ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد فضل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه السلام عليك
إماما صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. وعليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع
لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره المسرة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود الثقلان وتندشر أسراره في الأكوان ما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه
في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرضوان. صلى الله عليه. من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والذي ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. منة تكرم الله بها على البشر وما وساها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجماعها وأزكى التحية ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلاة يدعو المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويتقيا بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه. صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه واتخذت الأقدار الأزلية بما قضت
وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف فيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الأسئلة في ب10 أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه. فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هز إلى تدوين ما فت من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خبيري يا شذي والهاد الأنوار
يا
يا مكرم يا ممجد يا مؤيد من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. فاغثني أنت معتمدي فاغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. صلوات الله ذي الكرم يتغاشى صفوة الأمم. صلوات الله ذي الكرم يتغاشى صفوة الأمم. ما شرر رب إلى الحرم ما شرر رب إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا
العنا وفالهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس تبي باللقاء يا عين قرئ أعينا يا نفس تبي باللقاء يا عين قرئ أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا الهدى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وحده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا الهدى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه فحين قرب ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص
رأس الأمة يحضر عند وضعه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadiraki Rasulullah, pakarang dari Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقى في الحسن سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد.
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لما سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه آمين. في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى اللهم صل على أشرف محمد. الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا على المزمل يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وأكرم الأرواح منا
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الفصل الأول في مدح العلم وذم الجهل. اعلم أن العلم أي تعلمه وتعليمه أرفع وأفضل من سائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله لأدلة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وقال الله عز من قائل الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاه بذلك شرفا وفخرا. Fasal yang pertama tentang kemuliaan ilmu dan hinanya kebodohan. Sesungguhnya ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu itu paling afdolnya daripada amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar atau mengajar itu sesuatu yang paling afdol untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya eman kalau punya ilmu amalkan. Tapi kalau ilmunya sedikit jangan buka tanya jawab. Takut ancor kebit iki. Belajar. Kalau sudah sampai sekiranya dia mampu untuk membuka tanya jawab, monggo. Kalau tidak mampu, jangan. Sampai kapan sih mencari ilmu itu? Mulai dia lahir sampai mati. Jek moro monduk 10 tahun, marelah. Enten mulai dia lahir sampai mati. Lahir itu maksudnya sama orang tuanya diajari. Ada termasuk ilmu. Allah ada satu, iman kepada Allah ada 6. Hari ajari. Dung anak, hari ajari. Hari termasuk ilmu. Ojo tutupin botolmu, tutupin oposanmu. Man, akhirnya anakmu gede mabuk kabeh akhirnya. Nah, anak ria ya ajari. Nah, nanti kaulah marebib mondok 10 tahun tidak berhenti. Tidak berhenti. Walaupun Anda sudah mondok 10 tahun, Anda mondok 20 tahun, mencari ilmu itu sampai Anda wafat. Mateh mandek nyari ilmu. Dikatakan orang yang bodoh itu kalau ada orang yang mengatakan kaulah cukup lah nyari ilmu, hari orang bodoh. Oh, mohon kaulah alim lah, hari hanya mana orang bodoh. Walaupun saya sampai sekarang yang kadang-kadang ndelok YouTube, Pak. Nanti lihat belajarnya kitab, saya lihat kitabnya Ustaz Salahuddin, ada setung kiai bade Jember. Ma'had Al-Ba'alawi itu Ustaz Salahuddin. Kencong ada beliau punya YouTube, banyak kitab-kitabnya di YouTube-nya. Jadi kalau saya belajar kadang-kadang kepada beliau. Karyanya mana belajar ghaib ya nggih, karyanya mana belajar ghaib, tapi terus belajar sampai mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Setelah Allah, malaikat, kemudian orang-orang yang mencari ilmu. Ini satu kemuliaan. Kafahum bidzalika syarafan wa faqran. Ini termasuk menunjukkan kemuliaan dan termasuk menunjukkan kebanggaan bagi orang-orang yang punya ilmu. Oh, mohon kaulah beb atau wala beb semangken beb.
Tak bisa nyari ilmu beb, anaknya sampean. Anak kau lah tua beb, kompoi sampean. Karena kalau orang sudah tua nih Pak, tak kuat apalan. Ngapalagi Zuba tak nyambung. Ngapalagi Alfiah tak nyambung. Apa ya pikiran? Token listrik, pajak unge. Karena dia pikiran mon tua kan, tak bisa sampai esro apalan Zubat boleh, tak kira nyambung. Makanya kenapa Nabi, salah satu hikmahnya Nabi menikahi Siti Aisyah ria. Mon sampean nyari hadis, kebanyakan hadisnya Rasulullah SAW dari Siti Aisyah. Anak Aisyah dari semua istrinya Nabi, kebanyakan hadis dari Siti Aisyah. Karena istrinya Nabi sudah umur semua, yang masih muda hanya Siti Aisyah. Ada salah satu hikmah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantes mon kiai kabin muda boleh ke pantes. Supaya enggak. Aja Gus Muhim tore bola tak apa nggih. Supaya Gus Muhim bilen Arya tak apa. Orang azina ribut, mon kabin boleh, orang azina tak ribut, mon kabin boleh ribut, Arya repot ria zaman akhir. Arya kiai kabinan ria. Arya Habib ria dujen kabin ria. Orang zina tak ribut, Arya zaman akhir. Padahal orang menikah itu diperbolehkan. Wa qala Sayyiduna Al-Arif billah Umar bin Saqqaf As-Saqqaf radhiyallahu anhu. Wa'lam anna al-ilma yarfa'ul wadi' wal jahlu yunzilur rafi'. Faman syarufa nasabuh wa adlama bil jahli hasabuh nazala bihil hal wa wudi'a maqamuhu ma'al juhal. Famal hayatu illa li ahli al-ilmi wa mal mautu illa li ahli al-jahli. Kama qila wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hatta nushuru. As-Sayyid Al-Arif billah Al-Habib Umar bin Saqqaf dia mengatakan, sesungguhnya ilmu itu ngangkat orang sing rendah. Sebab ilmu ngangkat orang sing rendah. Anak petani mon di ilmu ngangkat. Bodoh merendahkan orang yang mempunyai nasab yang tinggi. Oh, Arya anan kiai ya. Arya torona Habib ya. Mon tak di ilmu percuma. Nggih mulja tapi tak percuma. Tapi mon anan petani mon di ilmu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, katanya Habib Umar, orang yang mempunyai ilmu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Orang sing odi mon tak di ilmu yang gemate. Kasih contoh. Kiai Hamid Pasuruan. Orang punya ilmu, Pak. Sampai semangken anggap odi bi orang. Makamnya rame. Mon kemis legi sampai macet sampean. Orang dari Pasuruan datang, orang dari Jember datang, orang dari Probolinggo datang, orang dari Surabaya, sampai dari Jakarta datang. Apa? Di ilmu. Ba mung sing di ilmu. Beda sing datang. Sapa? Inilah. Kita hidup seakan-akan mati. Kau le odi seakan-akan mati. Sedangkan beliau orang-orang yang punya ilmu walaupun mati dianggap hidup. Manakibnya dibaca, sampean mon tojuk beda cerita aja odi seakan-akan hidup. Kulo sampean manakib ceritana kaulah tak tahu baca, ceritana sampean tak tahu baca. Ini menunjukkan wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi fa jasaduhu qabla al quburi quburu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang min ahlil ilm. Amin Allahumma amin. Ayo, kalau seandainya mon tak keneng sampean, keneng anak sampean. Di anak lemak sekolah kebi. Mon tambeng pondok agi korban ria kelero. Pondok anane sampean. Mon sampean sede
yang membacakan Yasin anak sampean, yang pinter itu. Mohon sampean seda sing bacana tahlil anak sampean sing pinter ya. Bener sing dokter. Bener sing insinyur bener anak sampean sing pinter ya sing bakal ingat sampean. Ayo. Mun tak keneng anak, keneng kompoi. Mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil ilm. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الاوصاف المحمديه عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجه في توجهات الخالصه والصلات الموصوله. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب زدت تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ يسرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم دادك في عبادك وساكك رشادك لأهلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في إجمال رضواننا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسنك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولهجهك من المؤدين ولعهدك من اللهم إنا لنعطي في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالفران والمسيء والسائل بما والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركات وشرية وجداب جداده أولادنا ووالي وآل قطرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد ودمراية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل وطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير. صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن من منصوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.